السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي ترافقوني عند الطبيب البيطري، حيت عندي رانديفو، حيت غادي ندير عمليه ديال التعقيم القط ديالي اللي سميتو لاكي. حيت الطبيب هو اللي نصحني بهاد العمليه من بعد ما درت عنده الفحص الاولي، ونصحني حيت لقيت اللي يكون عنده تزاوج القط ديالي ما تيقدرش يخرج لبرا حيت مولف غير الدار، وتيكون تيمرض ليا نفسيا وتيكون عنده حتى مشاكل في الجسم ديالو. لذلك باش ما يكونش عنده مضاعفات نصحني الطبيب باش ندير ليه هذه العمليه. المهم نتمنى انه الا عجبكم الفيديو تشاركوا في القناه وما تبخلوش عليا بلا لايك وبشي كلمه زوينه، وزيدوا شجعونا باش نبقى نزيدوا بحال هذا المحتوى. يلا ما نطولش عليكم ونخليكم مع الفيديو. اليوم عندي رانديفو عند الطبيب البيطري، غادي ندير ليه القط ديالي لاكي باش يدير عمليه ديال التعقيم من بعد ما نصحني بها هو. جينا اليوم خرجت القط ديالي ونصحني انني نجي عنده القط ما واكل حتى شي حاجه. القط من البارح ما كلات حتى شي حاجه. تنستناو الترامواي باش نمشيو عند الطبيب البيطري. انا دابا هنا تنحاول انني نهدئو، حيت اول مره تيخرج الزنقه وصلت لهاد المسافه وديرو في هذاك الصندوق ديال القطط وخايف. كنحاول انني نهدئو باش ما يبقاش خايف حتى يوصل الترامواي باش نمشيو عند الطبيب البيطري اللي عندنا رانديفو، شادين رانديفو تقريبا مع 10 خصنا نكونو عنده. انا باقيين نتسناو هنا في الترام. القط كما تشوفوه هو جالس وخايف، مسكين خايف مخلوع. وان شاء الله غادي تدوز العمليه بسلام. حنا دابا شادين الترام لعند الطبيب البيطري، وفي هاد اللحظات تنقول يا ربي دغيا نوصلوا، لان القط خايف وبدا يتحرك في القفص اللي فيه هو، لان ما مولفش يتحبس بحال هكايا. تنقول وقتاش نوصلوا دغيا تنحاول انني في هاد اللحظات تنحاول انني نهدئو. ها هو لحد الان دابا هو الترام وصل، دابا هو غيحبس. حنا غادي نهبطوا دابا من الترام متجهين للطبيب البيطري. كما تنقول لكم غادي وتنهدأ في القط. تنحاول انني نحسو بانني راه معاه، حيت راه خايف ديال بصح، خايف بزاف. انا غادي عند الطبيب والطريق شويه بعيده، يعني تمشيت مسافه لا باس بها باش نوصل من المحطه ديال الترام اللي فين وقفت حتى لعند الطبيب. حنا غاديين وكل شيء في سبيل القط ديالي لاكي نديرو. انا غاديين في الطريق، قربنا نوصلوا عند الطبيب. انا وصلت دابايا ووصلت ولقيتهم باقي ما كاين حتى حد. كاين هذيك عامله النظافه هي اللي كاينه، غادي تحل لي الباب وغادي ندخل وغادي نبقى نجلس تنتسناهم حتى يجيو. يلا خليكم معايا.
كما تشوفوا معايا هو لاكي باقي في القفص وتعطلوا عليا في الحقيقه واحد شويه، ما باقي ما جاش، ولكن خايف مخلوع، هو جالس القط ديالي مخلوع. انا تنجلس وغادي ندور نضرب دور واحد الدويره نشوف. جاني الفضول تنكتشف المنطقه، عجبوني عندهم هذوك الديور ديال القطوطه، تنشوفهم عندهم عجبوني بزاف، عندهم داكشي زوين لا من محل الماكله ولا الاكسسوار ديال القطوطه عجبوني. وعجبني واحد الكسيوه عجباتني عندهم، وقلت انني ناخذ القطيطه ديالي الثانيه اللي هي صغيره نوصل عيد الميلاد ديالها ان شاء الله ناخذها ليها، سميتها معزوزه. انا جايب القط من بعد ما دازت ليه العمليه مزيان، ما صورت لكمش التفاصيل. المهم جات السيده المكلفه وقالت لي خلي لي القط ملي غتسالي على العمليه غادي ندور لك، وداكشي فعلا دوروا ليا وجيت من بعد ما سالات العمليه حتى العشيه. ها هو مسكين جاي ومخلوع. انا غادي بيه دابايا وباش نعطيه ياكل، راه ما واكلش من البارح فيه الجوع، هو فاق من البنج وواقف، والحمد لله دازت الامور على خير، ونتمنى يولي بصحه جيده وكل شيء لمصلحته باش ما يبقاش يمرض ليا. هذا ما كان كما تشوفوا معنا دابا، ها هو جالس بصحه جيده، وها هو كيلعب ولا غادا باغا غير اللعب والماكله، وصحته لا تحسنات من بعد ما كان تيضعف وداولا هو دابا مزيان. ايوا نخليكم مع الفيديو ديالو هو تيلعب مع معزوزه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.